عمار شاب سوداني، لكن في فترة أقل من 5 شهور عمل شركة بقيمة 150,000 دولار، وده كله بسبب تركيزه في مبدأ واحد بسيط. تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف قصة عمار وكيف قدر يعمل النجاح الضخم ده في فترة أقل من 5 شهور، وشنو هو المبدأ اللي وصله بسرعة للنجاح اللي كان بيطمح له، وياته مجال شغال فيه شركته وليه بتختلف عن باقي الشركات. بقى بيجوني كمية حقت زباين لدرجة انه التلفون بتكون فيه اتصالات بلس 30 مكالمة في الانتظار في نفس الوقت. عمار شاب سوداني، لكن في يوم من الأيام قرر قرار غير من مجرى حياته كلها. السلام عليكم، عمار محمد، مهندس معماري. كنت من أوائل الدفعة في الجامعة، وفي فترة من الفترات في التدريب في واحدة من أكبر الشركات الهندسية اكتشفت إنه مهندسين خبرتهم أكثر من 15 سنة ما قادرين يتملكوا عربية، فقررت أسيب المجال. وبدأ يفتش عمار في مجال جديد يسيب عشانه الهندسة المعمارية ويدخل له مصدر رزق عالي. في يوم من الأيام بالصدفة جاءه العرض اللي كان بالنسبة له بداية المشوار. كان عندنا واحد صديقنا بيفتش له في شقة، وجاء نسبة لأنه إحنا عندنا شقق، فللأسف لقى إنه الشقق حقتنا كلها مليانة، فساعدته بعلاقاتي ومشينا فتشنا له شقة، وقصاد الحاجة دي اداني قروش محترمة، فبقيت بفتش عن كيف إنه أنا أخش المجال. ومن هنا بدأ يفتش له في مدخل عشان يخش عالم السمسرة والعقارات، وقام اشتغل في مكتب للعقارات بدون أي مقابل لمدة 2 شهر بس عشان يفهم أسرار المجال ده. وفي الشهرين عمار ما جاءه ولا أي زبون، لكن ما يئس وبدأ يوزع البزنس كارد حقته في أي مكان. وبعد 2 شهر من الشغل المتواصل جاء لعمار أول زبون رسمي. في أول 2 شهر ما كان في أي إنجاز يذكر، لكن بعد 2 شهر من الاجتهاد الأمور بدأت تتظبط، وبقى بيجوني كمية حقت زباين لدرجة إنه التلفون بتكون فيه اتصالات بلس 30 مكالمة في الانتظار في نفس الوقت. ومن اللحظة دي بدأ الشغل بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى يجيه بطريقة غير احتيادية. وبعد سنين من الشغل والخبرة في مجال العقارات بقى يسأل نفسه عن سبب نجاحه الكبير في المجال ده، وبدأ يستفسر من الزبائن ويسمع آراءهم. اكتشف الاكتشاف اللي خلاه يوعى للمبدأ اللي هو كان شغال به، وكان سبب نجاحه في كل السنين اللي فاتت. واكتشفت انه واحد من اكبر التحديات بالنسبه للسماسرة الموجودين في السوق انه في عدم مصداقيه في الشغل. يعني واحده من الحاجات انه بيتعاملوا بطريقه تقليديه، انه الزبون الجادي الا الزول اللي بيجيني في المكتب، وانه برضه بيحطوا طواقي فوق للسعر الاساسي حق الشقه، وانه بيقول لك مثلا الشقه نظيفه وبتمشي بتلقى انه الشقه ما عندها اي علاقه بالحاجه اللي هو قال لك. ودي واحده من الحاجات اللي خلتني ابدا اركز في انه انا كيف اعالج الحاجه دي بحيث انه انا اقدم خدمه ممتازه بالنسبه للزبون اللي بيجي. ومن اللحظه دي جاته فكره انه يبدا شركته الخاصه اللي هي ايجارك علينا. ايجارك علينا هي منصه حقت ايجارات انت بتقدر تاجرها عن طريق اي حاجه انت عايز تاجرها، حابب تاجر دكان، حابب تاجر بيت، حابب تاجر شقه، وفي اسرع وقت انت عايزه، لكن بطريقه متطوره ومختلفه عن اي حاجه في السوق. وفي قعده جبنه حكى الفكره لاصحابه عجبتهم جدا، وقرر انه يدعموه ماديا. وكانت الشركه دي مختلفه عن باقي الشركات في كثير من الصفات. فمثلا بدل ما الزبون كان بيضيع وقت طويل جدا عشان يلقى الشقه المناسبه، عمار كان بيرسل للزبون صور وفيديوهات عشان يعرف مستوى الشقه حتى قبل ما يصلها، وكمان كان بيوضح له مواصفات الشقه وعيوبها وسعرها. وبدل كان السماسرة بيدوا الزبون معلومات غير حقيقيه عن العقار، الزباين عمار بقوا يثقوا بقراره وفورا بيأجروا الشقه. وبدأ يدرب مجموعه من الشباب في مجال العقارات ويوظفهم معاهم في الشركه. حتى كمان بخبرته في الهندسه المعماريه بقى يساعد ملاك الشقق انه يرفعوا من مستوى املاكهم عشان تجيب لهم قروش اكتر وتناسب مستوى زباين عمار. وبكل الاسباب دي خلت شركه عمار تكبر بسرعه واشتغلوا فيها كثير من الموظفين، وفي فتره قصيره زاد عدد عملائه بصوره كبيره جدا وارتفع دخل الشركه. وده كله بسبب انهم يتبعوا مبدأ واحد بس، وهو الاهتمام بالزبون. للاسف اغلبيه الناس الشغالين في المجال حق العقارات بيفتكروا انه انت لما تقدم معلومات غير حقيقيه او تخلي الزبون ده يلف معاك كتير او تكذب عليه وكده انك انت بتنجز وبتعبر، لكن الحقيقه غير كده تماما. الحقيقه انك على قدر ما انك بتريح الزبون وبتوفر له خدمه ممتازه، ولما انك تكون بتفتش له عن الشقه زي اللي انت بتفتش لروحك وتفتش لسعر مناسب وحته مريحه ومالك ما نقناك، كده انت بتنجح في المجال ده بطريقه ظابطه جدا. وده اكيد كان سر النجاح حقنا في ايجارك عليهم، والله يفضل مني. لو عايز تتواصل مع عمار وتعرف اكتر عن خدماتهم، ارقام التواصل معهم في اول تعليق. وحتى كمان عاملين ويب سايت فيه كميه من الخيارات والاوبشنات ممكن تطلع عليها، واحتمال كبير تلقى الحاجه اللي كنت بتفتش عليها. انا مازن الفحل واشوفكم الفيديو الجاي.